السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايب روجي وحسين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العيال طلبوا كبدة، جبت لهم نص كيلو. نعملها بقى جنب المكرونة ان شاء الله. ابو روجي طالبها تخديعة، مش فاهمة انا ازاي، يعني على طول بعملها بحمرها كده في شوية زيت واقوم حاطه لها الثوم المهروس والشوية خالص في الاخر خالص كده قرن فلفل والقرن الشطة. هو قال لي عاوزة تخديعة، نجرب نشوف هنعملها ازاي بالتخديعة اللي هو بيقول عليها. كنت في مشوار برا وجينا كده بعد الظهر، سلقت المكرونة وحطيتها تحت المية الساعة اهي، وحطينا الصلصة بتاعتها. عملت زيت على الطماطم، بس عصير الطماطم كده، ولما تسبك بقى نحط لها كزبرة ناشفة وكمون وملح وفلفل اسمر، ونحط لها التوابل بتاعتها وننزل عليها ايه بالمكرونة. قطعناها بقى ويلا نجهز البصل بالطماطم زي ما هو عاوز. مش عارفه، انا اول مره اعملها بالطريقه دي، نعملها زي ما هو عاوز عشان لو اتكلم اقول له انت اللي طلبت انت اللي تاكل. شطفه واحده بس كده من مكان ايدين الجزارين ومش عارفه ايه، لقيت فيها حاجات كده صغننه في الكيس فقلقت فشطفتها. شطفه الكبده ما بتوصلش، بس انا شطفتها وصفطها ولسه حتى ايه فيها بواقي ميه. هجيب بقى توم باودر وبصل باودر ونحطه على المكرونه بعد التوابل بتاعتها. حطيت زيت وعملت البصلة وقمت ايه هنا حطيت الثوم البودر والبصل بتاع الثوم بودرة خالص، واسيبها بقى تحمر كده وننزل عليها الطماطم وايه والكبدة، ونسيب القرن الفلفل في الاخر خالص. نزلت على المكرونة بحتة فلفل، قرن فلفل شطة، قرن اخضر شطة كده، نص حتة يعني حاجة بسيطة. وهنا نزلت بقى بالبصل والكبدة وحطيت بقية يجي معلقة شطة خضرا، والفلفل الأخضر هحطه برضو في الآخر، ونحط له بقى الطماطم والتوابل ونسيبها براحتها كده. عارفين انتوا فريق الكرة اللي في البيت، واحد يحب حاجة والتاني يكره. حسين ما بيحبش الكبدة، رتاش تقولك ماشي كبدة. حسين ما بيحبش المكرونة، عاوز رز. بس انا النهاردة بقى مش قادرة اعمل اي حاجة لان احنا جايين من مشوار ونازلة تاني. هعمل اللي ورايا ونتكل على الله. وقت المكرونة جهزت هنقلها على علبة صغيرة والتعريح، ونزلت طبعا بالطماطم والفلفل الأسمر على الكبدة، وهسيبها بقى تستوي كده مع نفسها، وبعد كده في الآخر نحط لها الملح والكمون والفلفل الأخضر، ونغطي بقى المكرونة ويبقى كده غدانا والحمد لله وكله ستر ونعمة من ربنا. وهنا لقيت الكبدة نص سوا، نزلت عليها بالكمون، وانا كنت حاطه لها كده كده فلفل اسمر، نزلت بالكمون والملح وحطيت سنة بس بسيطة كده ايه توم وخلاص. هنزل بقى بالفلفل الاخضر. هنا عاملة قرنين صغيرين كده، نزلنا بالفلفل ووطينا عليها خالص، وحالا يعني 5 دقايق ونطفي عليه، ومطيه على المكرونة ومظبطة الدنيا. وطبعا كنت قبل ما امشي غسلة الحوض والبوتاجاز، وكنت غسلة المواعين وكل حاجة، نغسل بقى المواعين اللي احنا استعملناها دلوقتي. وكده غدانا يكون استوى، ونمشي على الكبدة ونروح نقعد نشوف الحلوين اللي بيتخانقوا دول، وشجعونا بقى باللايك والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، واختار الكل. تعليقاتكم الجميلة يا رب نكبر بفضل ربنا ثم بيكم، وربنا يجعلكم في سبب في تكبير قناتنا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.